السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. ربنا يعود علينا الأيام بخير جميعا إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا بيهم كل مربين ومربيات الحمام، ألا وهو الإجهاد الحراري وتنظيف الكبد. ازاي ننظف الكبد من السموم عند الحمام وعند الطيور، وازاي نتجنب الاجهاد الحراري عند الحمام، خاصة في الفترة اللي احنا فيها دي شهر 7. طبعا شهر 7 وشهر 8 معروفين بشدة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة والموت المفاجئ عند الطيور وعند الحمام. طبعا علشان نتفادى الموضوع دوت، معانا النهاردة عشبة جميلة جدا جدا ورخيصة وسعرها يعني في متناول الجميع، والقليل منها بيعمل كتير بسم الله ما شاء الله. لو جبت منها حبة قليلين حتى ب5 جنيه يبقى موجود عندكم في البيت، وتاخدوا منها كام ورقة وتعملوها للحمام بسم الله ما شاء الله. هتلاقوا مناعة وهتلاقوا خير وهتلاقوا انتاج، لان طول ما الحمام صحته ممتازة ودرجة حرارة جسمه متظبطة كويسة هيبيض كويس وهينتج كويس وهيأكل الزغاليل بشكل ممتاز، وهيطلع زغاليل بحجم كبير بسم الله ما شاء الله. لكن لو الحمام بيعاني من امراض وتعب، طبعا مش هيبيض ولا هيأكل الزغاليل كويس، وهيسيب الزغاليل مش هيأكلها كمان، لان هيبقى مجهد وصحته تعبانة ومش قادر ان هو يأكل، لان صحته يعني مش مساعداه. تمام. العشبة اللي معانا النهاردة رخيصة جدا جدا، والقليل منها بيعمل كتير بسم الله ما شاء الله. هنحط منها كام ورقة في المية، يا اما هنغليها يا اما هننقعها. طبعا موجودة عندنا في كل بيت. هي غنية جدا بفيتامين سي، طبعا وما ادراكم ما فيتامين سي في الحر بيقوي المناعة وبيقضي على الفيروسات والبكتيريا الضارة، وبيهبط درجة حرارة الحمام. يعني درجة حرارة جسم الحمام اصلا يعني بتبقى عالية، وفي الصيف بتعلى زيادة عشان الحرارة. فلما احنا بنديله العشبة ديت بسم الله ما شاء الله، درجة حرارة جسمه بتقل وبيتكيف مع الجو اللي حواليه، وبيفضل ان هو بيقدر ان هو يعيش. لكن طول ما درجة حرارة جسمه عالية هيبقى عنده نهجان وعنده تعب. وغير كده العشبة دي بتنظف الكبد من السموم الفطرية. عشبة رخيصة جدا وموجودة في كل بيت. العشبة اللي معانا طبعا كلنا عارفينها هي الكركديه. الكركديه ده موجود في جميع الدول العربية، وده شكله اللي هو في قاع البراد ده زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله. هنعمله كده، مش هنعمله تقيل، هنعمله لون وردي كده، وهنبتدي نحط في المسائي وهنزود المسائي مية. ده يا جماعة كله فوائد لا تعد ولا تحصى. اولا في فيتامين سي. فيتامين سي ده بيقوي المناعة وبيقتل الفيروسات والبكتيريا. تمام. وبيساعد ان الحمام ما يجيلوش اي امراض في الصيف. لما المناعة تقوى الحمام بسم الله ما شاء الله والزغاليل تبقى بصحة ممتازة وحجمها كبير وحجمها حلو. طول ما الزغاليل صحتها ممتازة وكويسة وبخير، هتلاقي حجمها بتكبر وبسم الله ما شاء الله مش هتضعف معاكوا، وهتلاقي الزغاليل وصل لحد نص كيلو كمان. لان كل ما الحمام كان صحته كويسة وبيأكل كويس والزغاليل كويسة هتكبر معاكوا. لكن الزغاليل هتبقى صحتها تعبانة مش هتكبر معاكوا، وهتلاقوها مسفوتة كده وصحتها على قدها والريش بتاعها واقع وقليلة، جسمها قليل كده. تمام. احنا هنقدم الحاجة دي من البيت ان شاء الله النهاردة، مفيدة جدا، غير ان هي مليانة مغنيسيوم وكالسيوم. يعني عشبة الكركديه ديت او زهرة الكركديه مليانة مغنيسيوم وكالسيوم. وطبعا عارفين ان احنا الكالسيوم مهم جدا لصحة وعظام الحمام والانتاج البيض. كمان بتزود من كرات الدم البيضاء. طبعا عارفين ان نقص كرات الدم البيضاء بتسبب نقص في المناعة وتسبب للحمام امراض. فاحنا كل ما شربناه كركديه يعني مرة في اليوم كده، مرة في المسقى في اليوم يوم بعد يوم، ويا حبذا لو عصرنا عليه ليمونه كمان هيبقى افيد وافيد. يعني لو عصرتوا عليه ليمونه في المسقى كده، تعصروا ليمونه على الكركديه هيبقى ممتاز جدا.
وفي برضو نسبة حديد بيقوي الدم، بسم الله ما شاء الله. يعني كله فيتامينات. وكمان في فيتامين اي بيساعد على تقوية القلب وتوسيع الأوعية والشرايين، وبيقوي عضلة القلب عند الحمام. كمان بيعمل على بيحد من نمو الأمراض السرطانية عند الحمام، وعند البشر وعند الطيور وعند عند كل المخلوقات. يعني احنا كلنا كمصريين بنحب الكركديه، والكركديه عشبة مفيدة جدا جدا، بتفيد البشر وبتفيد الطيور. وعندكم برضو لو حيوانات في البيت يعملوا لها وشربوها، مفيش منه اي مشكلة. تمام، لان هو بيساعد على مقاومة نزلات البرد، وبيساعد على يعني هبوط درجة حرارة جسم الحمام. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا كنت محضنة فرد كشك مع فرد زاجل، بسم الله ما شاء الله. خرجوا همت وكبروا شوية، بسم الله ما شاء الله. هنوريكم بعض من انتاجنا، بسم الله ما شاء الله. الزغلول حجم واحد اهمت قد بعض. ضروري ان احنا نهتم بالموضوع ده، لان في ناس بتشتكي ان بيبقى عندها زغلول وزغلول. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ودي بيضة اهي، بسم الله ما شاء الله. واللي فوقيها بيضة، واللي فوقيها برضو كذلك، بسم الله ما شاء الله. يعني وطبعا في حاجات مخرجة تاني في الأوضة وراقدة، بس الوقت ما سعفنيش ان انا اصور كل حاجة. الكركديه يا جماعة لو هتقدموه كل يوم مفيش منه اي مشكلة. بيساعد كمان على هضم الاكل، وبيساعد على التمثيل الغذائي، فما تقلقوش منه خالص يعني، ولا هيعمل لهم اي حاجة. هتعملوا لونه احمر كده وهتقدموه للحمام، وهتشوفوا الخير وهتشوفوا الانتاج عندكم، بسم الله ما شاء الله. وهتشوفوا حجم الزغاليل عامل ازاي، لان طبعا كل ما الحمام يكون صحته كويسة والزغاليل صحتها كويسة هتكبر وهتبقى احجامها جامبو كبيرة، بسم الله ما شاء الله. يا ريت النهارده يكون الفيديو استفدتوا منه، وتقدموا الكركديه للحمام عندكم علشان يستفاد، وتعملوا ليكوا في بيوتكم وتشربوا وتتهنوا بيه ان شاء الله. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.